في نص الليل وعاوزين ياكلوا حاجة حلوة بعد تفكير كتير، قلت هي حاجة واحدة بس اللي بلجأ لها، مفيش غيرها، كيكة الشاي. مكوناتها بسيطة وفي كل بيت. من غير تفكير جريت على المطبخ بسرعة وجبت معايا 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وكوباية سكر حبيبات، و3 اكياس فانيليا، 2 عادي وواحد بالبرتقال. هنحطهم كلهم في الخلاط وهنضربهم كويس قوي. هنضرب الاول السكر والبيض والفانيليا، نضربهم مع بعض. دي الفانيليا بالبرتقال اللي انا استخدمتها. طبعا هنضربهم كويس قوي مع بعض ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هننزل عليهم بكوبايه وربع من الحليب. طيب انا دلوقتي لو عايزه اخلي نكهه البرتقال اعززها شويه، احط كوبايه عصير برتقال وربع كوبايه بس من الحليب. بس انا هنا حطيت كوبايه وربع من الحليب. تمام كده. هنحط كمان كوب الا ربع من الزيت ونخلطهم كويس قوي بالخلاط لحد ما الخليط يبقى لونه ابيض كده. هنجيب بوله وننزل بالخليط السائل بتاعنا. وبعد كده هنحضر بقى 2.5 كوباية من الدقيق او 2.5 كوباية من الطحين، بس هننزل عليهم على المواد السائله واحده واحده. يعني ننزل باول كوبايه ونقلب بالمعلقه في اتجاه واحد، ما نرجعش بالمعلقه نلف كده، لا هو في اتجاه واحد، وننزل بكوبايه كوبايه لحد ما الدقيق يختفي وننزل باللي بعده وهكذا. ودي بس كده. طبعا زي ما قلت لكم، بعد ما نزلنا ب2.5 كوباية من الدقيق، هحط معاهم كمان كيس كيك شيف، اقلبهم في اتجاه واحد. قلتها لك دي او صينيه كبيره مقاس 24 ل 26. تمام كده. بطنت القالب بتاعي بالزبده ودي رشه من الدقيق ورشه من الدقيق، وبعد كده حطيت الخليط في القالب وحطيت بقيه الخليط في الصينيه صغيره، وشغلت الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في الوسط. بتولعيه قبلها ب5 دقايق وبس كده. بتقعد حوالي ساعه الا ربع. بتسيبيها في الفرن تهدى شويه، وبعد كده بتخرجيها لما تبرد خالص بتقطعيها. اكتبوا لي في الكومنتات بتتابعوني من اي بلد، وربنا يحسن ما بين ايديكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.